ميركاتو شبيبة القبائل 2026 يدخل مرحلة جديدة. صفقة رسمية حسمت خلال الساعات الأخيرة واسمان جديدان وضع على طاولة الإدارة، لكن المفاجأة أن المدرب كريم بالحسين لم يمنح الضوء الأخضر حتى الآن، وهناك سبب قد يغير خطة الفريق بالكامل. ولم يتوقف الأمر عند هذه الصفقات فقط، بل فرض بالحسين قرارات صارمة داخل المجموعة في وقت ينتظر فيه جماهير الجياسكا تحركات جديدة من يزيد منصور قبل غلق الميركاتو. في هذا الفيديو سوف نكشف لكم جميع تفاصيل ميركاتو شبيبة القبائل وآخر صفقات شبيبة القبائل وماذا يحدث داخل بيتي الكناري، ولماذا قد تكون الساعات القادمة حاسمة في مستقبل الفريق. تابعوا معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كل آخر أخبار شبيبة القبائل. وكما أسلفنا الذكر، إدارة شبيبة القبائل نجحت رسميا في حسم واحدة من أبرز صفقات هذا الميركاتو بعدما تعاقدت مع المهاجم عبد النور بالحسيني قادما من شباب بلوزداد. هذه الصفقة لم تأتي بسهولة لأن إدارة الكناري قررت دفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد اللاعب، وهو ما سمح بإتمام الانتقال بشكل رسمي دون الدخول في مفاوضات طويلة بين الناديين. وفي المقابل أعلنت إدارة شباب بلوزداد بيع عقد المهاجم عبد النور بالحسيني، مؤكدة أن اللاعب سيباشر مشواره الجديد مع شبيبة القبائل خلال التحضيرات الحالية للموسم الجديد. لكن السؤال الذي يطرحه الجميع خاصة أنصار شبيبة القبائل، لماذا أصرت إدارة شبيبة القبائل بقيادة يزيد منصوري على التعاقد مع اللاعب بالحسيني رغم وجود عدة أسماء كانت مطروحة في سوق الانتقالات؟ ربما يعود ذلك إلى رغبة الطاقم الفني في التعاقد مع مهاجم يعرف أجواء البطولة الجزائرية ويملك الخبرة الكافية للتأقلم بسرعة دون الحاجة إلى فترة طويلة من الانسجام. كما أن الفريق يبحث عن مهاجم قادر على منح حلول هجومية مختلفة سواء بالتحرك داخل منطقة الجزاء أو بالضغط على الدفاعي المنافس، وهي أمور يراها الطاقم الفني ضرورية في المشروع الجديد. لكن هل ستكون صفقة عبد النور بالحسيني هي آخر صفقات شبيبة القبائل هذا الصيف؟ بالطبع سيقول جمهور شبيبة القبائل لا، لأن إدارة النادي تواصل العمل بصمت من أجل تدعيم التعداد، وهناك أسماء جديدة دخلت بالفعل دائرة الاهتمام، إلا أن القرار النهائي لا يعود للإدارة وحدها. لكن من هي هذه الأسماء وما هي المراكز التي تريد إدارة شبيبة القبائل تدعيمها قبل غلق سوق الانتقالات؟ حسب آخر المعطيات فقد وضع على طاولة المدير الرياضي يزيد منصوري اسمان جديدان لدراسة إمكانية التعاقد معهما وتدعيم ميركاتو شبيبة القبائل. الاسم الأول هو المدافع الأيمن لمولودية الجزائر أيمن بوقرة، أما الاسم الثاني فهو المهاجم أيمن مسوسة، وهما لاعبان تم اقتراحهما على إدارة الكناري من أجل تقييم إمكانية ضمهما قبل انطلاق الموسم الجديد. لكن هنا تظهر المفاجأة، فرغم أن الإدارة تواصل العمل على تدعيم التعداد إلا أن القرار النهائي كما قلنا لن يكون بيدها وحدها. فالمدرب كريم بالحسين لم يمنح موافقته النهائية على الثنائي حتى الآن، وفضل التريث قبل إعطاء الضوء الأخضر، لأنه يريد أولا التأكد من أن أي لاعب جديد يتماشى مع مشروعه الفني وأسلوب اللعب الذي يسعى إلى بنائه داخل فريق شبيبة القبائل. وهذا الأمر يؤكد أن ميركاتو شبيبة القبائل لم يعد يعتمد على التعاقد مع الأسماء فقط، بل أصبح يعتمد على رؤية فنية دقيقة يكون فيها القرار الأخير للطاقم الفني قبل الإدارة. معظم أنصار شبيبة القبائل يتساءلون ما هي الرؤية التي يريد المدرب كريم بالحسين تطبيقها داخل شبيبة القبائل؟ الرد ظهر منذ الأيام الأولى للتحضيرات الصيفية، فالمدرب الجديد لم يضيع الوقت بل باشر العمل مباشرة وفرض نظاما صارما داخل الفريق واضعا الانضباط في المرتبة الأولى قبل أي شيء آخر. وبحسب الأجواء التي شاهدناها في تدريبات شبيبة القبائل فإن كريم بالحسين يحرص على أن يلتزم الجميع بنفس المستوى من الجدية سواء خلال الحصص التدريبية أو خارج أرضية الميدان، لأنه يؤمن بأن الفريق الذي يبحث عن المنافسة على الألقاب يجب أن يكون منضبطا في كل التفاصيل. وبهذا السبب أصبحت التدريبات تعرف نسقا مرتفعا مع تركيز كبير على الجانب البدني حتى يكون اللاعبون جاهزين لتحمل ضغط الموسم الطويل، إلى جانب العمل اليومي على الجانب التكتيكي من أجل بناء أسلوب لعب واضح خلال المباريات الأولى. كما شهدنا أن المدرب بالحسين لا يكتفي بالعمل الجماعي فقط، بل يولي
يولي اهتماما كبيرا بالتفاصيل الفردية لكل لاعب. فخلال الحصص التدريبية يحرص على تصحيح الأخطاء المتعلقة بالتمرير والتحرك بدون كرة والتمركز الجيد والضغط على المنافس وسرعة التحول بين الدفاع والهجوم، حتى تتحول هذه التعليمات إلى هوية واضحة داخل أرضية الميدان. كما لفت انتباه الجميع أن المدرب لا يعتمد فقط على الصرامة، بل يخصص اجتماعات متواصلة مع اللاعبين يشرح خلالها فلسفته الكروية، ويؤكد لهم أن النجاح الحقيقي لن يتحقق في أول جولة من البطولة، وإنما يبدأ من الالتزام الكامل خلال فترة التحضيرات. وكان المدرب كريم بالحسين يكرر رسالة واضحة في كل اجتماع: من يريد مكانا أساسيا في التشكيلة عليه أن يفرض نفسه داخل الملعب وليس بالكلام فقط. وهذا خلق منافسة قوية بين جميع اللاعبين، لأن كل عنصر أصبح يعلم أن مكانه لن يكون مضمونا، وأن المشاركة تكون لأكثر جاهزية من الناحية الفنية والبدنية. رغم هذا العمل الكبير داخل التدريبات، يدرك المدرب أن النجاح لن يكتمل إذا لم يحصل على كل العناصر التي يحتاجها. ولهذا تشير المعطيات أن المدرب كريم بالحسين لا يزال يرى وجود نقص في بعض المناصب، وقد نقل هذه الملاحظة إلى الإدارة مطالبا بمواصلة العمل على تقديم التعداد قبل غلق سوق الانتقالات. وبهذا يبرز سؤال مهم جدا: هل ستنجح إدارة يزيد منصوري في تلبية جميع طلبات المدرب قبل نهاية الميركاتو، أم أن شبيبة القبائل ستدخل الموسم الحالي بنفس التعداد تقريبا؟ الإجابة ستتضح في الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن إدارة النادي تواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة مع الحرص على عدم التسرع في أي صفقة لا تتوافق مع رؤية الطاقم الفني. من جهة أخرى يترقب أنصار شبيبة القبائل المباريات الودية القادمة، لأنها ستكون الاختبار الحقيقي لما تم إنجازه خلال فترة التحضيرات، لأن هذه المباريات لن تكون مجرد لقاء وفقط، بل فرصة للمدرب كريم بالحسين لتقييم جاهزية اللاعبين واختيار العناصر التي تستحق التواجد في التشكيلة الأساسية مع بداية الموسم. كما أنها ستساعد الطاقم الفني على تحديد ما إذا كان الفريق يحتاج إلى تدعيمات إضافية قبل غلق سوق الانتقالات، أو أن المجموعة الحالية قادرة على المنافسة على الأهداف المسطرة لفريق شبيبة القبائل، لأن فريق شبيبة القبائل يعمل على مواصلة مشروعه الرياضي، حيث تسعى الإدارة إلى بناء فريق لا ينافس هذا الموسم فقط، بل يملك الاستقرار والاستمرارية لعدة سنوات، حيث أبدت اهتماما كبير بتطوير الفئات الشبانية والاستثمار في التكوين حتى يصبح النادي قادرا على الاعتماد على مواهبه مستقبلا. يمكن القول أنه إذا نجحت الإدارة الحالية في الجمع بين الانتدابات المدروسة والمشروع الرياضي المتكامل والانضباط داخل المجموعة ورؤية فنية واضحة يقودها المدرب كريم بالحسين بالتنسيق مع الإدارة الحالية، وبهذا سيكون ملف ميركاتو شبيبة القبائل مفتوحا على جميع الاحتمالات، خاصة في الأيام القادمة بالنسبة لجماهير الكناري التي تنتظر رؤية فريق قادر على العودة بقوة إلى جميع المنافسات على الألقاب وتقديم موسم يليق بتاريخ شبيبة القبائل. برأيكم هل ستفاجئ الإدارة الجماهير بصفقات جديدة قبل نهاية الميركاتو؟ ومن هو اللاعب الذي ترون أنه يستحق حمل قميص شبيبة القبائل هذا الموسم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ليصلكم جديد ميركاتو شبيبة القبائل 2026.